الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشباه الرجال الذنب المحلول فكريا وأخلاقيا النائب التكفيري محمد خالد، الذي هرب كالأرنب من اتصالي يوم أمس، تاركا خادمه الذنب الأصغر مدير مكتبه بضعفه وخيبته. قطع قلبي من استسلامه لكل ما ادعيه والانبطاح السافر لهذا الذنب الذي لا يعول عليه أكثر من طلب صنع كوب من الشاي والقهوة. أيها الذنب التابع العبد المأمور لآل خليفة، الطغاة المجرمين، تحلى ولو لمرة في حياتك وواجه الرجال. قد تتعلم منا يوما كيفية التحدي، أو أني أرى أنك تعودت على الهروب منذ أن لكمك النائم والي لكمة قوية إلى وجهك، تاركا أثر اللكمة واضحا على وجهك الممسوخ. ليس غريبا علينا ولا على العالم مواقف الأذناب العبيد أمثالك الانبطاحيين، عبيد المال والسلاطين، أتباع الفكر السلفي التكفيري، شيوخ السلاطين بفتاويهم وقبحها وإباحة المحرمات بغية إرضاء السلاطين وحبا للمال. من الواضح أن تأثير رضاعة الكبير قد تركت آثارا سلبية على مخك وكيانك. إن كرهك لأبناء البشر الذين خلقهم الله وأعطاهم حق الحياة نية جمعاء، إن فكرك الشاذ الذي يعطي نفسه حق حصري للجنة وملك حصري للديانة الإسلامية، ينفي باقي المذاهب الإسلامية ويكفرها. ليس غريبا أن نراك منبطحا إلى حكام أفسدوا في الأرض وجعلوا فيها القتل وجعلوا فيها سفك الدماء مبررا لمصالحهم الدنيوية. لا شك أن رضا المجرمين هو من أولويات فكرك المريض الشاذ، كما أجمع شيوخ السلف من محمد بن عبد الوهاب إلى ابن باز إلى ابن تيمية إلى ابن عثيمين أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر مهما كان ظالما. هذا ليس غريبا على هكذا فكر منحرف ضال مضل انبطاحي ضعيف أن يعود على الإسلام ورسول الإسلام بالأذى والضرر من خلال الإرهاب الذي تمارسوه حول العالم وقتلكم للأبرياء تحت شعارات إسلامية، ومن يجعل من صحف الغرب تشوه بصورة نبي الإسلام سوى المختلين عقليا من أمثالك ومن سار على نهجك الفاسد. لا شك أن إرضاء السلطان أصبح غزلا وعشقا عندك وعند عبيد الدنيا وعبيد المال، الذي جعلك خبيرا بالدولار والتومان وغيره من باقي العملات. إن حقدك على دولة تضم ما يزيد عن 80 مليون مسلم هو دليل على فكرك الشاذ. إن تكفيركم وتخوينكم لأكبر طائفة إسلامية على أرض البحرين أتباع المذهب الشيعي هو خير دليل على شذوذ عقلك، وسيماهكم في وجوهكم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. إن إيران هذه ونظامها وشبابها كانوا وما زالوا موضع احترام العالم بأجمعه. الشباب الإيراني المثقف الذي يذهب إلى العالم في مسابقات علومية ويعود إلى أوطانه محملا بميداليات وجوائز لفكرهم وعبقريتهم الفذة. حقدك عليهم لأن أتباع فكرك لا يسافرون للخارج إلا بحثا عن الشهوات والزنا واللواط
وأرتقي بنفسي أن أدخل في تسلسل حوادث وفضائح قومك التي التي نراها يوما وهم يمارسون الجسوز الجنسي يوميا. واضح للعيان حقدك على إيران التي استطاع شبابها بعزيمتهم وصبرهم ودون الحاجة للانبطاح للعالم الغربي رغم الحصار ورغم الظلم مجلس الأمن والعالم بقرارات العقوبات التي فرضت عليها، استطاعت إيران وشبابها تخصيب اليورانيوم. أما أنت يا أشباه الرجال لم تستطع سوى تخصيب جمل في الصحراء. إيران هذه التي تغارون منها كم كنت أتمنى أن أنتمي إلى هذه الثقافة الراقية العريقة، وكم أفتخر بحديث الرسول صلى الله عليه وآله حيث يقول: سلمان منا أهل البيت، وقال ما قال عن أهل فارس. إيران الإسلامية بشهادتك أن الخليفة الثاني هو من فتح بلاد فارس وأسلمها. إن حديثكم عن المجوس أو الفرس فيه طعن لإسلام أفغانستان وغيرها من البلاد الغير عربية، وهو واضح للعيان أنه قمة التمييز العنصري. واضح بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا فرق بين عربي وأعجمي. إن في أفغانستان والشيشان فهم ليسوا مجوس ولا فرس. هذا فعلا مضحك. إن وصف شيعة إيران بالمجوس وإلصاق تهمة العمالة لإيران لشيعة البحرين وشيعة الخليج، لقد أصبحت لفظة المجوس لكثرة تداولها بين العلماء السلفيين مرتبطة بالشيعة، بحيث يفهم كبيرهم وصغيرهم أنه هو المقصود إذا تحدث السلفي عن المجوس. فالمجوسية هي الديانة التي كانت سائدة في بلاد فارس قبل دخول المسلمين، وقد انقرضت بعد ذلك. ولا مراد من هذا اللقب الوثني غير الشيعة. لم تكن لتقبل أن نصف البخاري ومسلم وغالبية علماء السلف ذوي الأصول الفارسية بالمجوس، ردا إلى أصل الديانة في البلد الذي ولدوا فيها. ولن تقبل أن نصف أهل نجد والحجاز بعبدة الأصنام، ردا إلى زمن الجاهلية حيث أودت البنات واحتقار النساء والجهل. ولو وصف أحدهم البخاري أو مسلم بالمجوسي لما قبل محمد خالد بذلك أبدا، ولقامت الزوبعة وصارت السائرة حمية للمذهب السني. ونحن كذلك نشجب هذا التخلف وندعوك أن تغسل مخك أنت ومن سار على شاكلتك، ولا ترمي الناس بحجارة لأن بيتك كله زجاج. سهو ملكا للمواطنين أم ملكا لطائفة معينة؟ الوطن أن يكون فيه ملكا لقبيلة أو مذهب معين؟ على الملك أن يكون ملكا للمواطنين بشتى أطيافهم، فلا بد أن ينتصر لهم جميعا وأن يعدل بينهم، ولا يسمح لمن يفرق المواطنين وأن يختبئ خلف عباءته ويتعكز على ظله كأشباه الرجال أمثالك. وهذا مما جعل ملكك غير عادل وظالم ومجرم، وجعل من أشباه الرجال مثلك يدخلوا مجلس النواب وتحسب على البرلمانيين. كذلك هو الحال مع باقي مؤسسات القطاع العام والخاص في البحرين، وكثير من أجهزة الدولة الرسمية تخدم مذهبا معينا. جرائد على أنها جرائد سنية ولا يمكن حسابها بالوطنية.
كذلك هو حال التلفزيون الرسمي الذي كان وما زال ليلا ونهارا يذم وينعت ويهين ويجرح مشاعر طائفة هي أكبر طائفة في مملكة البحرين، وهي الأغلبية الساحقة في البحرين باعتراف العالم كله. إن ما بني على باطل فهو باطل. وأعيد تذكيرك بالآية الكريمة: إذا دخلت الملوك قرية أفسدوها. يا عبد الملك محمد خالد أشباه الرجال، إن بوس ليس سوى إنسان يطالب بالعدالة والمساواة بأبناء الوطن العربي وأبناء الدين. إن بوس المفسدة مثل صوتك. إن بوس سيبقى متصديا لكل القتلة والمجرمين حتى يساقوا إلى العدالة. يا عبد أجب أن تختبئ كالأرنب وتترك أحد أذنابك لينبطح، ويشفقني قلبي عليه وعلى حاله. وآخر دعوانا ألا لعنة الله على الظالمين. تحياتي لكل حر شريف على أرض البحرين. التحية كل التحية للدماء الزكية التي سالت على أرض البحرين. تبا لكل مجرم، تبا لك يا حمد، تبا لك يا سلمان، تبا لك يا خليفة، تبا لكم أيها الملوك الظالمين القتل المجرمين. تبا لكل من سار على نهجكم، وتبا لكل من والاكم، وتبا للصامت عن الحق إنه شيطان أخرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.